السلام عليكم. ايه يا معلم؟ مالك في ايه؟ حسك جايب اخر العالم. انت كويس؟ واقع في مشكله ولا ايه؟ مصيبه مش مشكله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وانت زعلان من المصيبه ولا زعلان من الوقعه؟ تفرق ايه؟ تفرق كتير يا معلم. الشيء لزوم الشيء. اصل انت لو زعلان من المصيبه تبقى يعني عندك حق شويه، بس غلطان كتير. بس هواسيك عشان انت في مصيبه واقول لك معلش. بس عامه يعني انت محتاج تعرف انها هتفرج. بس عارف هتفرج امتى؟ هتفرج لما تعرف ان الله سبحانه وتعالى وعد ان مفيش مصيبة هتنزل على اي حد في اي حتة باي شكل غير لما تروح. الوعد ده فين؟ الوعد ده في سورة الحديد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الحديد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ولما تعرف إن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه إن هو يشيلها من عليك ولا يشيلها مع الأرض كلها، لأنه لا يعجزه شيء، مع العلم إن المصايب عكس حال كل حاجة في الدنيا. كل حاجة في الدنيا بتبدأ صغيرة وتكبر، لكن المصايب بتبدأ كبيرة وتصغر. فلما يجيلك مصيبة ما تزعلش قوي كده، كده كده هتروح. سهلة والله. السلام عليكم.